كاس العالم 2022 احنا مش خواجات يا جدعان. يعني خلينا كده نتكلم بالمنطق، يعني الموضوع بدل ما كان هو رياضه بقى سياسه، والغرب ماسكين قطر مقطعين فيهم الناحيه الثانيه، وفي نفس الوقت قطر عماله ترد كل شويه والناس تدافع والناس تهاجم. الموضوع ده كله يا جدعان هيخلص على ايه؟ يعني كاس العالم ده هيتلعب ولا لا؟ يعني هنلعب كاس العالم؟ عشان عم بوتين برضو كان طالع من كام يوم كده بيقول لك يعني ما فيش كاس العالم، يعني انسوا الكلام ده، بكره مش روسيا مش موجوده، ما هتشوف ايه اللي هيحصل يعني. فهل تعتقد ان كاس العالم ممكن فعلا ما يكملش؟ ممكن تكتب لي الكلام ده تحت في الكومنتات وانا هقول لك وجهه نظري. هو الحوار ده كله داير ليه؟ علشان في شويه نقط مهمه لازم اشرحها لك. فيا سيدي انا احمد ياسر وده برنامج جول مشترك، يا ريت تشترك على القناه وتدينا اللايك الحلو على الفيديو ده وتعمل له شير، بس الاهم من كل الكلام ده والله ادعوا لاولادنا ان ربنا يحفظهم من كل شيء وحش بجد. لا شير ولا لايك ولا الحاجات دي بتفرق، في الاخر عيالنا هي اللي بتفرق. احكي لك علشان الموضوع قصه بس كده متشعبه. بص، هو حصل كام يعني هو مش كام يوم، هو السنين اللي فاتت دي من 2010 لحد النهارده تقريبا احنا بنتكلم على 22 سنه، وقطر عماله تحضر لكاس العالم من ساعه ما هي خدته، والناس كلها عماله توجه لها انتقادات وحاجات كتيره جدا واتهامات فساد. ومن ضمنها مثلا كانت المشكله الكبيره اللي كانت موجوده فكره ان انت عندك مجموعه من العمال الوافدين اللي هم جايين من بره قطر. العمال دولت كانوا بيتعاملوا معامله مش ادميه وقت ما كانت الاستادات او بمعنى اصح الانفراستراكشر او البنيه التحتيه بتاعه البلد بتتبني علشان كاس العالم. وهيومن رايتس ووتش هم اللي بيبداوا القصه، يعني دايما كده ما اعرفش ليه، يعني هيومن رايتس ووتش راحت تتكلم على مشاكل موجوده في دوله لمجرد انها هتبني عشان كاس العالم، يعني هي ما بصتش لاي حاجه تانية. هتلاقي هيومن رايتس ووتش كده بدات بحمله الاولانيه كانت عايزه بمعنى اصح كده يعني ايه تجيب حقوق العمال اللي اتبهدلوا في البنى بتاعه الاستادات دي، وعملوا نوش كتير جدا، وراح داخل وراهم على الخط الاتحاد الانجليزي وقال لك احنا بنودين كل الكلام ده، وعملوا شعار وان لاف. القصه بتاعت وان لاف دي ليها كوميديا كتير قوي يعني، بس في الوقت ده هم كانوا يعني هيومن رايتس ووتش كانت شايفه اللي انتوا بتقولوه ده يا جدعان اصلا ده متاخر قوي، انتوا جايين متاخر قوي، ده بيان متاخر قوي، انتوا كنتوا فين يا جدعان؟ ده احنا بقالنا سنه بنهاتي. لدرجه ان الاتحاد الانجليزي مش بس دخل كده على الخط وخلاص، لا قال لك لا بص بقى احنا نحاول نقنع الفيفا ان احنا نعمل مركز نجيب كل العمال اللي تضرروا دولت ويبقوا موجودين، ومش بس كده كمان لا يجوا لنا كمان الاماكن المخصصه للتدريبات ولاعيبه المنتخب الانجليزي تروح تسلم عليهم وتتناقش وتتكلم معاهم. ماشي انا مع الحقوق، حلو جميل لطيف برافو يا جماعه. دخلت بس القصه عند الوان لاف وهاري كين هيلبس لك شعار الوان لاف علشان لا القصه ما وقفتش هنا. هولندا، بلجيكا، الدنمارك، المانيا، فرنسا، النرويج، كل الناس ديت دخلت في القصه دي. الدنمارك دي ليها حكايه اصلا، هي الدنمارك ديت راحت جايبه تيشيرت غريبه كده قال لك التيشيرت بتاعنا مش هيبقى باين عليه اي ملامح اعتراضا على المشاركه يعني او على اللي بيحصل في قطر من ضد التمييز. الموضوع ما وقفش بس هنا، هيومن رايتس ووتش ما سكتتش عند الحته بتاعه العمال، لا القصه مش قصه العمال دي الطقطوقه، لكن القصه الثانيه راحت لايه؟ للخواجات. لا مؤاخذه الخواجات، احنا مش خواجات يا جماعه، انتوا عايزيننا ليه نبقى زيكم خواجات؟ يعني ليه انتوا مش مدينا حريه الراي في ان احنا نبقى احنا لما بنيجي بلادكم بنمشي على القوانين بتاعتكم؟ ليه انتوا لما تيجوا بلادنا ما تمشوش على القوانين بتاعتنا؟ الموضوع بسيط، زي ما انا بحترم حريتك وبحترم انك بتعمل اي حاجه في الشارع، انت كمان احترم حريتي. انا ما بحبش اشوف ده عادي لما تيجي بلدي زي بالظبط كده. في بيتك هتمشي على قوانينك، في بيتي هتمشي على قوانيني، الموضوع بسيط يعني. فهيومن رايتس ووتش ما وقفتش هنا، راحت مطلعه تقرير من فتره عن 5 اشخاص تعرضوا ل يعني ضرب وايذاء واهانات وحاجات كتيره جدا لمجرد ان هم اساسا يعني خواجات. حلو، قال لك دولت حصل في قطر واتحبسوا وحصلت لهم مشاكل كتير قوي، واحنا بندعم الناس ديت والمفروض ان احنا نقف ضد كل الكلام ده. طبعا برضو نفس القصه، السلسال كله بيجري وراه احنا خواجات احنا خواجات، الحقنا يا باشا احنا خواجات، عايزين خواجات عايزين خواجات. ماشيه هي كده، هي ماشيه كده عندهم في اوروبا، لدرجه ان المانيا كانت عامله حملات شديده جدا وصلت لمشاكل كبيره جدا ما بينهم ووقف مشروعات ما بينها وبين قطر، بس من الاخر جابوا ورا شويه كده ايه ولموا الدور يعني مع القطريين عشان عارفين ان القصه فيها سيكومونوس، فالسيكومونوس هيتسحب والدنيا خربانه، فلا نلم الامور شويه، بس ستيل لسه معترضين. لحد بقى ما حصل تربوست بلوت تويست بقى، التويست بقى الجميل بقى اللي هو طلع مين؟ راح طلع لك بلاتر اصلا اللي مدي التنظيم ده اساسا لقطر. قال لك والله يا جماعه التنظيم ده كان من الاول غلط، يعني احنا اديناه لهم غلط. قال لك لولا بلاتيني اللي هو عنده مشكله تانية معاه اللي هو رئيس الاتحاد الاوروبي والمجموعه اللي معاه ان هم وافقوا على قطر، كان الموضوع هيروح ان يبقى 2018 مع روسيا و2020 22 يكون مع امريكا، ودولت اكبر دولتين عظماء موجودين في العالم، فمن الاخر واكبر دولتين في بينهم وبين بعض مصانع الحداد، فيمكن لما كاس العالم يتلعب هنا وبعد كده يتلعب هنا الدنيا تهدى شويه والامور تبقى لطيفه. لا بتلعب سياسه حلوه قوي. اجيب لك سطر الجلاليب من جوه يا ريس، ده انت موقوف من سنه 20 موقوف لحد 2027 لمجرد بس الفساد اللي انت عامله في امريكا الجنوبيه، ولما كانت الناس بتتكلم على ملفات قطر الحوار ده اتسحب على جنب. فاحنا يعني انت عايز ترجع تاني؟ ده مش منطق حد ان هو يتكلم في الوقت ده ويقول الكلام ده، بس هي زيطه، يلا نلعب في الزيطه. شفت كل الانتقادات دي؟
تعال نحط حد بقى للموضوع. هي الناس دي خايفه ليه؟ يعني هي الناس دي بتحاول تحاربنا في حاجه عارفه ان هي مش هتعرف، يعني عارفه ان هي يعني مهما حصل احنا مش هنقبل بيها ليه؟ علشان حاجه واحده فقط لا غير، ان دي اول دوله عربيه تنظم كاس العالم. قطر اول مره، اول دوله عربيه هتنظم كاس العالم. طب هو ايه الخطوره في كده؟ بص يا حبيبي، الكاس العالم ده يعني فلوس يعني ايه؟ يعني انت بتاخد فلوس عشان تنظم، وغير انك بتاخد فلوس عشان تنظم بيجيلك سياحه وناس من كل انحاء العالم، وبالتالي بيبقى عندك اشغالات للفنادق بتاعتك كتيره جدا. من الاخر كده دوره فلوس بتخش جوه بلدك بتبقى شكلها كبير قوي. طيب مين اللي يعني هم بيختاروا كاس العالم ده ازاي؟ قال لك والله بنعمل لجنه، واللجنه دي بتبقى موجوده فيها كل رؤساء الاتحادات، ومن الاخر بنختار طبقا للناس اللي مقدمه الكلام ده. طيب ايه الخطوره في ان قطر تنظم حاجه زي كده؟ ورغم ان ممكن يكون كان في فتره من الفترات خلاف سياسي ما بين مصر وما بين قطر، ده احنا هنحطه على جنب شويه، بس معلش ريحه كده على جنب، عشان انا عارف هتقولي انت بتدافع عن قطر ليه، بس لا، ريح الموضوع ده على جنب عشان الموضوع اكبر من كده بكتير. في الفتره الاخيره الخليج بقدراته الماديه قدر ان هو يوصل لاماكن بعيده جدا في حاجات كتيره قوي. طيب اول بطوله انت هتتفرج عليها في العالم العربي لما تشوفها وتنجح نجاح كبير جدا، ده معنى كده ان الدول العربيه عندها قدره انها تعمل كده، بالذات دول الخليج زي مثلا دوله الامارات، زي دوله السعوديه، زي ما مصر بتحاول ان هي والسعوديه واليونان هم ينظموا برضو كاس احد كاسات العالم اللي جايه. فالهدف من القصه دي كلها، لا ما هو انتوا لما بيبقى معاكم فلوس ما كنتوش بتعرفوا تعملوا بيها حاجه، فدلوقتي لا، انتوا بقى معاكم فلوس وبتروحوا تدوها للناس اللي تعرف تعمل حاجه وبتجيبهم وبيعملها فعلا. فبالتالي ده هيبقى تهديد كبير جدا على كل دول اوروبا في تنظيم لكاس العالم، وهيبقى تهديد كبير جدا على كل برضه على امريكا في انها تنظم كاس العالم. فمن الاخر كده طول ما احنا بننظم في اوروبا او امريكا ما الدنيا تمام، لكن اول ما نروح ناحيه العرب لا، دول كوخه بلاش. وبصراحه شيء محزن ان تبقى اول دوره عربيه او اول مره يتلعب كاس عالم في دوله عربيه وما تكونش مصر موجوده فيه، بالذات دوله زي قطر بنشوف عدد الجمهور المصري ممكن يكون فيها كبير، كنا ممكن نستفيد بيها. فبالتالي انا حابب اوجه رساله هنا كل الدول العربيه المشاركه، اتمنى لكم التوفيق، كان نفسنا نكون معاكم. شيء محزن، اديك شايف الحزن، بس ما علينا. غير ان ده اول مره يتلعب كاس العالم في دوله عربيه، لا ده كمان كاس العالم بيتلعب في نص الموسم، يعني بيتلعب في ديسمبر. ما احنا مش هنجيب الناس نشويها في شهر 6 يا ريس يعني. غير ان في يعني في الشهرين بتوع نوفمبر وديسمبر دول درجه الحراره هناك هتبقى 25، فدرجه الحراره هتبقى زياده شويه على الناس. فقال لك طيب بشتوا درجه الحراره مش مظبوطه، احنا هنعمل لكم ملاعب مكيفه. الملاعب فيها نظام اتعمل مخصوص، وده اول مره يتعمل في تاريخ اللعبه كلها ان يكون فيها انظمه مكيفات، وبالتالي بتخرج من تحت الكراسي اللي قاعد عليها الجماهير وبتنزل لحد ارض الملعب، وبالتالي درجه الحراره جوه الملعب تبقى تقريبا توصل ل 20، تبقى حاجه لطيفه علشان الجمهور يقدر يستمتع وفي نفس الوقت اللعيبه تقدر تأدي. وسموا النظام ده او نظام تبريد الملاعب اسمه دكتور كولد. ده غير طبعا ان البطوله دي هيتطبق فيها عن طريق الكوره اللي اسمها الرحله، نظام جديد جدا في حسبه التسلل. الكوره دي بيبقى فيها تشيب كده علشان تقدر تقول او تحدد منطقه او تحدد هي فين بدقه عاليه جدا. غير ان هي مربوطه ب 12 كاميرا، ال 12 كاميرا اللي موجودين دولت ما لهمش اي علاقه خالص بالبث. ال 12 كاميرا دولت مع الكوره بيقدروا يحددوا 50 او 60 نقطه في جسم اللعيب، ويحددوا الكوره موجوده فين بالظبط. ولو في شبهه تسلل يبعت لحكم الفيديو يقول له باشا معلش راجع تاني عشان في شبهه تسلل. ودي مش اول مره تطبق كمان في بطوله، لان هي اتجربت قبل كده في بطوله كاس العرب اللي اتلعبت في قطر وبطوله كاس العالم للانديه 2021 برضه. النقطه الثالثه تخص الخواجات. يعني خلينا دلوقتي انتوا مش كخواجات عايزين العالم كله يبقى خواجات، طب ما هو في فئات تانية موجودة انت برضو ساعات ما كنتش بتبص لها. فئة مثلا زي الفئة اللي موجودة بتاعة التوحد. الناس اللي عندها توحد دي بيبقى بتعاني من مشاكل كبيرة جدا وما تقدرش تتواجد في مكان فيه زخم او بمعنى اصح فيه جماهير كتير قوي. اتعمل لهم غرف مخصصة جوه الملاعب، والغرف دي بإضاءة معينة وفي نفس الوقت بسماعة تتحط على ودانهم علشان ما يقدروا، او بمعنى اصح الضوضاء اللي تبقى موجودة بره في الاستاد ما تزعجهمش وما تسبب لهمش التوتر اللي بيتسبب لهم نتيجة الحالة دي. وربنا يشفي كل مرضانا يا رب. بالتالي هم مصنفين الناس وبيهتموا بكل الناس بس مش لازم تكون خواجات يعني. ده مش بس الناس ديت، ده كمان لا، ده عملوا كمان اماكن مخصصه للناس اللي هي عندها الهانديكابت او بمعنى صح اللي هم ذوي الهمم، عشان يكون ليهم مكان مخصص يقدروا يستمتعوا بالمباراه بشكل كويس جدا ويقدروا يعيشوا حياتهم بشكل طبيعي في وسط الجماهير، ولكن في المكان المخصص بتاعهم اللي يقدروا يستمتعوا فيه. ما بصوش بس للناس دي كمان، لا ده بصوا للناس اللي عندها مشاكل بصريه او بمعنى اصح اللي هو يعني ناس فاقده البصر. اتعمل لهم منصه كامله، المنصه دي بتشتغل بطريقه برايل، تقول لهم الاخبار وتديهم النتائج، ممكن كمان يلعبوا عليها باستخدام طريقه برايل. كل الكلام ده كان موجود، واهتمام بفئات مختلفه موجوده في المجتمع فعلا محتاج انك تنظر لها بعين كويسه جدا، ولازم تديها اعتبار مهم جدا لان هي جزء
من المجتمع. ان هم طبعا عملوا ملعب في قطر اسمه ملعب 974. الملعب ده اساسا مبني كله من كونتينرات اللي هي بتبقى، او الحاويات اللي بتبقى موجوده لو بتشوفها في مينا، لو انت ساكن جنب مينا او قريب من مينا او بتشتغل في مينا يعني. المهم الملعب ده مبني بالكونتينرات دي كلها، وفي نفس الوقت الملعب ده يقدر يتفكك في خلال ساعات، وممكن تستخدم الكونتينرات او الحاجات اللي موجوده فيه في ان انت تنشئ مرافق معينه، او انك تنقل الملعب توديه اي مكان تاني، ودي اول مره تحصل في التاريخ. ده غير بقى عملاق البحر اللي انت بقى فاهم، السفينه الكبيره اللي اتعملت اللي ظهرت فجاه كده، فاهم ازاي اللي لما تبقى موجوده في الخليج ان هي تاخد يبقى موجوده يعني تقدر فيها 1600 غرفه تقريبا تقدر الناس تقعد فيها. ده غير ان هي فيها حمامات سباحه وفيها حفلات وفيها ومكونه من 22 طابق، حاجه هائله كبيره جدا، وفي نفس الوقت بتشتغل بالغاز وهي بتعتبر يعني صديقه للبيئه. فمن الاخر برضو حاجه قويه جدا. مش انتوا بتقولوا عندنا بلد صغيره؟ يا عم احنا عندنا من الحبايب اماكن تسع الف. غير كمان ان وجود كاس العالم في قطر في الوقت ده هيقدر يخلي دول تانية تقدر تشتغل في مجال السياحه، زي مثلا ما كنت بتكلم انك تروح دبي، او ان انت تروح يعني الامارات عامه، او ان انت تروح السعوديه، ممكن كمان تروح لمصر. وده اللي انا بتمناه، ان الدول العربيه تكون بتقدر تستفيد في الوقت الحالي من الموضوع ده، لان هيبقى فيه عدد كبير جدا. انا عايز اقول لك كمان ان اتعمل منصه محترمه جدا، ودي اخر حاجه انا هتكلم فيها النهارده. اتعملت المنصه المحترمه اللي اتعملت دي علشان التذاكر. خليني اقول لك، انت لو عايز اصلا تسافر قطر ومعاك بطاقه اسمها بطاقه هيا، اللي هي زي بطاقه المشجع، تقدر تخش من غير فيزا، تقدر تشتري التذاكر من على الكلام ده كله. ولاحظت بصراحه حاجه حلوه جدا وعجبتني، يعني انك لما تخش على المنصه دي علشان تشتري تذكره، طبعا بيبقى فيه الاف المؤلفه، الناس كلها اللي عايزه تخش، فبالتالي السيرفرات ما بتستحملش، فبيقول لك انت هتقف بس معانا 5 دقائق لحد ما ندخلك على المنصه عشان تشتري التذكره اللي انت عايزها. وفي نفس الوقت لو انت اشتريت التذكره ولاي سبب من الاسباب مش عارف تروح وعايز تعيد بيعها، مش هتنزل تبيعها في السوق السوداء زي ما الناس بتعمل، لا، برضو من عن طريق المنصه دي هترجعها للفيفا، والفيفا ترجع لك فلوسك، ومن الاخر هي الفيفا هتبيعها بعد كده بشكل معين تاني او شكل مختلف تاني. كل الحاجات دي احنا ممكن نستخدمها. انا اعرف واحد كان بيدور على ماتشات الاهلي والزمالك، عايز يروح وعن طريق تذكرتي، وكان بيقعد بالثلاث ايام بس مستني المنصه تفتح. حلول. الناس قدمت حاجات، وانا متوقع ان مع الصفاره الاولى للبطوله كل الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده هينتهي، الا طبعا لو عم بوتين قرر ان هو يعمل حاجه كده في الوقت دوت والدنيا تتقلب. بس من الاخر كاس العالم هيكمل، يعني هيكمل، ما ماليش دعوه، مش هتيجي بعد ده كله وبعد التنظيمات دي 22 سنه شغل. وهنتكلم كتير عن المنتخبات اللي موجوده، وفي منتخبات ومن ضمنهم منتخب قطر بقاله 22 سنه بيبني في الفريق اللي موجود في الوقت الحالي علشان يقدر ينافس بيه في البطوله. كل ده الجدل ده هينتهي مع الصف الاولى. وحاجه برضو بسرعه كده اقولها لك قبل ما اقفل، النهارده كان في راجل دنماركي، صحفي دنماركي، راح هناك قطر، وكان بيصور حاجه، والمهم واضح كده ان هو كان بيصور في مكان المفروض ان هو ما يصورش فيه. ولو شفت اصلا الفيديو بتاعه هتلاقيه ان هو بيحاول يستفز الراجل اللي بيقول له انت ممنوع انك تصور هنا، يقول له يعني انت لو انا صورت هنا هتكسر لي الكاميرا بتاعتي، وحصلت خناقه. فمن الواضح كده ان في ناس كتيره بتحاول انها تفشل الموضوع، بس ان شاء الله مش هيفشل. وعلى ما اعتقد ان زي ما قلت لك مع بدايه الصفاره الاولى امور كتيره هتختلف، والناس كلها هتركز في كاس العالم وهتسيبها من كلام السياسه والهبل ده. لو انت شايف وجهه نظر تانية مختلفه ممكن تكتب لي تحت في الكومنتات وجهه نظرك، وقول لي يتلغي كاس العالم ولا يمشي. اشكرك. ادعي لاولادنا ربنا يحفظهم من كل شيء وحش. السلام عليكم.